ولادي حبايبي، ازيكم؟ ميعادنا النهارده مع الكبسولة رقم 4 لأولى ثانوي. كبسولة رقم 4 نتناول فيها الملزمة التانية فلسفة، واللي بنكمل فيها أساليب التفكير. أول نوع عندنا هو التفكير الناقد، والتفكير الناقد بمنتهى البساطة معناه قدرة الفرد على إنه يحلل المعارف والمعلومات والأفكار اللي بتجيله، إنه ينظمها، إنه يعرف إيه هي الحقيقة وإيه هي الزيف، إيه الكذب، إنه يقدر يفرق بين المعلومات أو الآراء الحقيقية المعبرة عن واقع، والآراء الذاتية المعبرة عن رأي شخصي لصاحبه. يقدر يفرق بين التناقض في الأفكار والاتساق. بمعنى صح، التفكير الناقد قدرة الفرد على إنه ما يبقاش تابع لحد قبل ما ياخد قرار، يكون فاحص دارس محلل عشان يختار القرار الصحيح. طبعا أهمية التفكير الناقد إن هو بيخلي عندنا انفتاح عقلي، استقلال وحرية في اتخاذ القرار، إني أقدر أحكم حكم حيادي بعيدا عن الذاتية، بعيدا عن أنانيتي، حكم حيادي لما أتعرض لموقف معين أو مشكلة معينة. خطوات التفكير الناقد: أولا، الإنسان بيجمع معلومات عن المشكلة اللي بيفكر فيها. بعدين الخطوة التانية، بيحلل المعلومات دي تحليل دقيق بشكل منطقي، عشان بعد كده يحسن إصدار القرار الصحيح مدعوم بالأدلة اللي بتأكد صحته. وفي النهاية بيقيم النتائج، بيشوف القرار اللي خده ده حقق النتائج المرجوة عشان يستمر عليه، ولا لم يحقق النتائج المرجوة فيغيره ويعيد من تاني ويدور على قرار تاني أو حل المشكلة تاني. في عندنا 3 مهارات للتفكير الناقد. المهارة الأولى مهارة التفسير، ودي باينة من اسمها، عاملة زي أهداف علم النفس كده. تفسير يعني التوصل لأسباب المشكلة، العوامل اللي وراء حدوث المشكلة أو الظاهرة. ثم مهارة الاستنتاج، الانتقال من معلوم إلى مجهول، أو الانتقال من معلومات لمعلومات، أو بمعنى أصح الانتقال من مقدمات لنتائج. المعلومات اللي عندي إن أحمد بيذاكر كويس، يبقى أستنتج إنه إن شاء الله هينجح ويجيب مجموع كويس. وأخيرا مهارة التقويم، وفكرتها إني بحلل الموضوع، بشوف مدى اتساق أو تناقض عناصره، بعرف نقاط القوة والضعف عشان أقدر أضع خطة لتحقيق أهداف معينة. ده بالنسبة لموضوع التفكير الناقد أو أسلوب التفكير الناقد. النوع الثاني من التفكير وهو التفكير الإبداعي. التفكير الإبداعي قدرتك إنك تكتشف علاقات جديدة، إنك ترى الموضوع من زوايا مختلفة، إنك تقدر توظف الموارد المتاحة إليك بشكل مبتكر، تفكر بطريقة خارج الصندوق. خارج الصندوق يعني إزاي تستفيد من إمكانياتك الصغيرة في تحقيق هدفك الكبير. بفرض إن أنت جعان والبيت إمكانياته مفيهوش غير مكرونة، إزاي أقدر أعمل أكلة من المكرونة تشبعني وتمتعني؟ بفرض إن أنا ما باقدرش أقعد في المذاكرة أكتر من ساعتين، إزاي أقسّم الساعتين بالشكل المناسب اللي يخلّيني أطلع فاهم ومستفيد الدرس؟ بمعنى أصح، التفكير الإبداعي إزاي أفكّر بطريقة تختلف عن الآخرين في توظيف إمكانياتي لتحقيق أهدافي، لتحقيق أهدافي. دايمًا الإنسان بيختلف من فرد لآخر إمكانياته وقدراته. أنا أعرف نقاط القوة فيّا إيه، نقاط الضعف أستبعدها، نقاط القوة أقدر أستفيد منها، أوظّفها في المكان المناسب عشان أحقق أهدافي. هو ده التفكير الإبداعي. التفكير الإبداعي 4 مراحل. مرحلة التهيئة والإعداد، ودي المرحلة اللي من خلالها أحدد المشكلة اللي شاغلاني، أجمع بيانات عن المشكلة. ثم مرحلة الاحتضان، بنسميها احتضان لإن بعد ما حددت المشكلة وضعتها في دماغي في راسي عشان تختمر، تلف وتدور في دماغي كده لغاية ما فجأة
بنخش على مرحلة الإشراق، مرحلة الإشراق اللي هي فجأة ومن غير ما أحس أصل للحل الأمثل للمشكلة، اللي هي فكرة وأنا قاعد كده وجدتها، هو ده أنا هاعمل كده. يبقى التهيئة، الاحتضان، ثم الإشراق. والمرحلة الأخيرة التحقق، أشوف الحل اللي أنا وضعته ده حقق الهدف اللي أنا عايزه والّا لأ، أشوف دقة المنتج، الحل اللي حطيته وصّلني للنتيجة اللي أنا عايزها والّا لأ. يبقى التهيئة، احتضان، إشراق، ثم التحقق. التفكير الإبداعي عندنا ليه 3 مهارات، مهارة الطلاقة، إن أقدر أنتج أكبر عدد من الأفكار، باستخدم الجورنال في إني باقرأه، باكتب عليه، باعمل منه أشكال، بالِف فيه الأكل، بامسح بيه الإزاز، طلاقة. مرحلة المرونة، انتقال من فكرة لأخرى. الجورنال باقرأه، باشوف الأحداث اللي فيه، باشخبط عليه، كل دي درجة واحدة. طيب هالِف فيه الأكل، درجة تانية. طيب هامسح بيه الإزاز، درجة تالتة. دي اسمها المرونة، انتقال من فئة لفئة. ثم الأصالة، إنك تبقى عندك قدرة إنك تجد حل مبدع للمشكلة، تجد استخدام مبدع للجورنال ما حدش غيرك قاله. يبقى طلاقة، مرونة، أصالة. انتقلنا بعد كده لنشأة الفلسفة. الحضارة الشرقية القديمة اتسمت بالطابع العلمي العملي، اعتمدوا على الملاحظة والتجربة بالإضافة إلى التفكير الديني، وأشهر علمائها كان زرادشت في فارس، بوذا في الهند، وأخناتون في مصر. فلاسفة اليونان كان أولهم فيلسوف اسمه طاليس، بعد كده ظهر عندنا سقراط وأفلاطون وأرسطو، وتناولوا موضوعات الحضارة الشرقية بس بالاعتماد على النظر العقلي الخالص، مفيش جانب ديني. أما فلسفة اليوم فبدأوا يستخدموا الفلسفة النظرية بشكل أكثر واقعي، فيما يعرف بالفلسفة التطبيقية، موضوعات تخصنا في الحياة، مشكلات الحياة زي فلسفة البيئة وأخلاق المهنة وسلبيات التكنولوجيا وغير ذلك. أخيرًا خدنا تعريفات الفلسفة، وقلنا التعريف اللغوي للفلسفة هو أنها تعني فيلوسوفيا، فيلو بمعنى الحب، وسوفيا بمعنى الحكمة، فالفلسفة هي محبة الحكمة. فيلسوف كبير أوي اسمه فيثاغورس قال إحنا هنسمي الفيلسوف محب الحكمة وليس حكيم، لأن الحكمة يتصف بها الخالق فقط، ربنا هو اللي نقول عليه حكيم، لكن الإنسان هو محب الحكمة وليس حكيم. والحكمة طبعًا معرفة راقية بتقدر من خلالها ندرك الوجود إدراك كلي عن طريق التفكير التأملي. آخر حاجة عندنا وهي التعريف العام للفلسفة، فإحنا عندنا اتجاهين لتعريف الفلسفة. النهارده هناخد اتجاه واحد، تعريف واحد، وهي أن الفلسفة علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتها. أنا بادرس أي موضوع في الفلسفة لأنه مطلوب لذاته، هيفيد المجتمع كله وليس شخص بعينه، عشان كده هو بيهتم بأي حاجة يثيرها العقل في الوجود، طبيعة الوجود، مشاكل الحرية. عشان كده نقدر نقول إن الفلسفة علم العلوم، لأنه بيبحث في كل ظواهر الوجود. برضه نقدر نقول إن موضوع الفلسفة دايمًا هو الوصول لطبيعة الأشياء، أصول الأشياء، حقائق الموجودات وليس القشور اللي موجودة في الوجود، لأن تخصص الفلسفة إنه بيدرس كل حاجة بصورة كلية وليست جزئية. وأخيرًا هدف الفلسفة زي ما اتفقنا يختلف عن العلم، لأن العلم بيدوّر في الظاهرة على السبب المباشر، سبب البرق والرعد وجود شحنات مش متجانسة في الجو، لكن الفلسفة بتبحث عن العلل البعيدة، المبادئ الأولى للظواهر، فهي لا تكتفي بإن البرق والرعد سببه شحنات غير متجانسة، بتسعى للبحث عن أسباب وجود شحنات مش متجانسة في الجو. ده باختصار ملخص الملزمة الرابعة أو التانية فلسفة، واللي عرّفنا بصورة أو بأخرى آآ التفكير الناقد والإبداعي وتعريفات الفلسفة. أتمنى تكونوا استفدتوا، الفيديو هيفضل معانا، فهمنا الشرح في حصة الprivate، ذاكرنا، كل ما نحتاج نفهم حاجة تُقع مننا نرجع للفيديو ده، وأشوفكم على ألف خير. سيكولوجي المصري.